اليوم على دقة وأمانة العرض، هذه واحدة. الثانية يعني حفظ الله أرشيف الحياة اليوم حتى نؤرخ للأجيال القادمة ماذا تم في مصر منذ الثورة وحتى الآن. ثالثا السؤال: كم خسرنا حتى ننتبه إلى هذه المعلومة؟ ومن الذي تسبب في هذه الخسارة؟ وكيف سنحاسب هذا من خسرنا؟ وحيث أنه يعني ينتمي إلى مدرسة قديمة أو صاحب فكر قديم، من الذي خسر أموالا بالفعل؟ الإجابة هو المجتمع المصري. يعني الحياء أحيانا يمنعنا من أن نقول الحقيقة، لكن احنا تعلمنا بره أنه لا حياء في المصلحة العامة. اللجنة القضائية المشكلة من بعض رموز القضاء المصري الذين هم أصحاب تاريخ قضائي عظيم، هذا لا خلاف عليه، إلا أنه رتم الحياة اختلف، المنهج اختلف. الآن نحن قمنا بتوكيل محامي أسباني ومحامي سويسري، وهذا ما قلناه وما أذاع فيه حضرتك شهر 3 اللي فات. صحيح. السؤال: من شهر 3 لشهر 10 كمال مبارك ورموز النظام السابق أمام مستشاري هيئة الكشف غير المشروع، لمن تكون الكفة؟ لمن يكون التفوق العلمي؟ هذا منطق. ناس دخلت نادي المليارات منذ زمن، ومع كامل احترامي وتقديري لمستشار الكشف غير المشروع، يعني اعتقد ان اخر دورة تدريبية اخذوها كانت في مقر الدورات التدريبية لنادي القضاء مثلا، اعتقد ذلك. لكن كيف يتواكب هذا مع ذاك؟ هذا ما تم في الماضي، وعشان نكون لا نبكي على الماضي دعينا نتحدث عن المستقبل. اولا رسالة الى كل من يدافع: ثبت لنا ان علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق الذي انا شخصيا كنت التمس اسباب البراءة له في الاول، يعني انا في الاول ولا اخفيك سرا، يعني كنت اتمنى ان يصبح بريئا، كنت اتمنى ذلك قبل الثورة او في بدايات الثورة، لكن فوت على نفسه كل الفرص. الان هؤلاء اصبحوا يملكوا بالورقة والقلم 340 مليون دولار. بس حد يفهمنا ازاي شابين في هذا السن يحصلوا على المبلغ ده اللي احنا مسكناه في بلد واحدة بس وفي اوراق رسمية، ده غير اللي اتركن. تقولون لنا الطريقة، يعني تعالوا خرجهم من السجن يعلموا الشباب المصري كيف تجتهد في الحياة اللي تحصل على 340 مليون دولار في زمن مقداره 30 سنة من حكم والدة رئاسة الجمهورية. يعني انا لا اعرف. اذا من بات في عقيدته ان هناك براءة لهؤلاء ادعوه ان يراجع نفسه. هذه واحد. الثانية: نحن الان على الطريق السليم. حسين سالم يتابعه مكتب محاماة الثاني، والمستشار عاصم الجوهري مع كامل احترامي وتقديري له ما يفعله الان هو انه يراقب هذا المكتب الاسباني وينقل تصرفات المكتب الاسباني الى المجتمع المصري، وهكذا مكتب المحاماة السويسري يعمل في سويسرا وينقل الصورة الى المستشار الجوهري الذي بدوره ينقلها الى المجتمع المصري. هذه الآلية الآن هي الآلية المثالية، إلا أنها تأخرت كثيرا كثيرا كثيرا، والخاسر الوحيد هو الشعب المصري. هذا ما استطيع ان اقوله. وحتى لا نبكي على اللبن المسكوب يا استاذ خالد، زي ما كنت بتتكلم حضرتك لازم نبص للمستقبل. احنا عندنا كمان مشكله اتكلم عنها المستشار عاصم الجوهري بخصوص ان كتير من رموز النظام السابق كانوا بيحطوا اموالهم في حسابات وهميه وفي شركات كستار، وهنا بنتكلم على غسيل الاموال. هل هنقدر نتتبع المسألة دي؟ وهل من الممكن النظر دلوقتي وحان الوقت لمسألة بحث آليات جديدة لتعقب هذه الجريمة غسل الأموال؟ أنا برضو لو حضرتك رجعت الأرشيف الحياة اليوم هتلاقيني إني طلبت من جهاز المخابرات العامة مرة تانية. جهاز المخابرات العامة هو وحده في هذا التوقيت الذي لديه إمكانيات تقول كيف تتم عمليات غسيل الأموال، أو كيف تمت، أو كيف يتخيل أنها تمت عمليات غسيل الأموال لدى الأسرة الحاكمة. هذا الجهاز وحده لديه من الإمكانيات. نحن نبحث عن الأرقام الموجودة في حسابات معلنة، لكن غسيل الأموال لا يكون معلن. غسيل الأموال يكون عن طريق أشخاص وعن طريق جمعيات وعن طريق هيئات. بس بالضبط تحديدا وقانونيا، يعني جهاز المخابرات العامة هيبقى دوره إيه؟ يعني إزاي ده يفعل؟ أنا بحييك على هذا السؤال. جهاز المخابرات العامة ده جزء من أدوات الدولة في الحفاظ على مكتسبات الشعب المصري، ومكتسبات الشعب المصري أخذها هؤلاء وطيروها بره بشكل أو بآخر. أنا بدعو هذا الجهاز إنه يتعاون مع الجهات القضائية في إنه هو يقوم بعملية البحث مش في البنوك. يعني أنا لا أتكلم عن الأموال المعلنة في بنوك أوروبية، أنا أتكلم عن الأموال الغير معلنة التي تم غسلها عن طريق معارف وأقرباء الأسرة الحاكمة، ودول يعني المخابرات
انا اتمنى ان هذه الرساله تصل، ان كانت متاخره لكني اعتقد اننا في خطوه على الطريق، واعتقد ان الاهليه بصراحه انا كنت عايزه حضرتك السؤال ده، لان في بدايه سؤال حضرتك قلت لك انطباعك ايه؟ انطباعك بخصوص المستقبل، يعني هل كل الاجراءات اللي بتتم هتوصلنا لنتيجه ما، ولا تاخرنا في الكشف وتاخرنا في المتابعه هيعطل المساله دي وما نقدرش ان احنا نسترد اموالنا؟ المثال بتاع حسين سالم واضح جدا في هذا. حسين سالم خرج قبل تنحي الرئيس مبارك، يعني كان بعلم الرئيس مبارك. بعد 6 شهور او 7 شهور وجدوا في بيته بس كاش حوالي 38 مليون يورو. لك ان تتخيل، انت عارفه كلمه كاش في اوروبا 38 مليون يورو في بيت انسان، دي حاجه مخيفه، عشان كده التلفزيون الاسباني اذاعها. يعني شيء ما يحصلش او نادرا ما يحصل. السؤال، لما فضل معاه 38 مليون يورو كاش وعلاقاته مع الايرانيين وعلاقاته مع الدول الثانيه، وده كان دوله تمشي على الارض الثاني، ال 38 مليون يورو كانوا كام اصلا؟ عشان احنا لقينا منهم بس في اسبانيا 38، لا كانوا 380 وحدثي ولا حرج. طب هم دول بتوع فرد واحد، رجل اعمال واحد، تبقى ثروته كل دي في البلد؟ افيق يا اولي الالباب، يعني مش ممكن هذا الشخص يكون يمثل نفسه. لكن هتيجي بقى حضرتك تقولي لي ايه؟ طب حاسب حسني مبارك في المحكمه. لا، هروح المحكمه وهيطلع حسني مبارك ما مضاش على ورقه وما امرش بقتل المتظاهرين والشرايط اتمسحت. كل ده انا بواجهه دلوقتي، كل ده بواجهه، لكن في دوله خفيه، في دوله خفيه كانت تعمل. هو ده اللي بندور عليه. لازم نكون بدرجه من ذكاء هؤلاء. انا يعني بحاول بقدر المستطاع اني انا اقرا محاييس الصوره، لكني يعني ما اندم عليه ان الفكر القديم ما زال قائما في الدوله حتى هذه اللحظه.